أوقفت السلطات المحلية صباح السبت المنصرم شابا ضبط في حالة تلبس بممارسة الجنس رفقة دمية جنسية بمدينة وجدة. وحسب ما أفادت مواقع إخبارية محلية، فقد تم اعتقال الشاب وإيداعه بأحد مراكز الشرطة بمدينة وجدة في انتظار استكمال التحقيقات معه لمعرفة طريقة وصول هذه الدمية إلى مدينة وجدة وسعرها وتقديمه للعدالة، فيما حُجزت الدمية الجنسية التي لم يحدد لغاية الساعة مصدرها. ويشار إلى أن المجتمع المغربي اهتز الأسبوع الماضي على وقع خبر بدء تسويق دمى جنسية بدرب عمر بالدار البيضاء، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية في وقت سابق.